من ألذ وأبان المعسلات الرمضانية واللي رايحة نشاركها معاكم اليوم واللي هو بوراك الرنة. الوصفة هذه بزاف بنينة، سهلة سريعة التحضير، ودرته لكم بالديول، ما درته لكمش بالعجينة، يعني طريقة بسيطة. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم ارحم أبي واغفر له واجعله من أهل الجنة يا رب. اللهم ارزق أبي الفردوس الأعلى في الجنة يا رب. اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة يا رب، ولا تجعله حفرة من حفر النار. وقبل ما نبداو في الوصفة نقولكم حبيباتي، ما تنسوش ديروا لي جيم للفيديو وتبارطاجيوه مع حباباتكم وصحباتكم، ونبداو بسم الله على بركة الله في المكونات وطريقة التحضير. اول حاجه جيبوا المكسرات نتاعكم، ارحيوهم. شوفوا هنايا انا عندي كميه نتاع الجوز، درك نرحيها. ما ترحيوش الجوز نتاعكم، خلاص كي تستعملوا الجوز ما ترحيوش، خلاص شوفوا ديروه بهاد. عاكو قاعدين تشوفوني قاعده نعتلكم، بعد نزيد نعته لكم مليح مليح. درك انا واش راح ندير 2 كيلات نتاع الجوز مع كيلة تاع اللوز. تقدروا ديروه غير بالجوز فقط، الوصفه الاصليه تاعو تستخدم باللوز فقط، لكن هو يجي بزاف بنين كي تخلطوا فيه الجوز. وكذلك ما تقيدوش بالوصفه، تقدروا ديروه بالكاوكاو، صدقوني بالكاوكاو يجي بزاف 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 بنين، روعه. شوفوا كي تحمصوا الكاوكاو تاعكم مليح يجيكم يهبل لي سيجار، يجيو روعه. والكيله الثالثه درتها لوز مرحي وضفت لها كيلة الا ربع سكر عادي. والحشوه هذه نلموها بماء الورد، راح يمدلها واحد المذاق وواحد الريحه ما تقدروش تتصوروا، خاصه الا كان استعملتوا ماء الورد المقطر. واش نحكي لكم على الريحه، واش نحكي لكم على البنه، واحد البنه ولا اروع، بزاف بزاف بنين. هذا واش نقدر نقول لكم. درك انا واش ندير، انا نحب نوجد هادو الاصابع ولا الحرابش، هادو نحب نوجدهم. ما نحبش حتى نجي نخدم لي سيغار ونهز، نو نحب نوجدهم هكا باه تجيني الخدمه سهله. هم من بعد ما كملتهم كامل كما قاعدين تشوفوا. بالنسبه للديول هاوليك واش استعملت، انا نستعمل هذه الاميره نانا، شريت هادو الصغيرين. الديول هادو على بالكم يهبلوا، الا كانت لقيتوا بهم اشريوهم وعينيكم مغمضين. احتاجوا كذلك بياض البيض، باه درك تشوفوا واش ندير به، باه نلصق به الديول نتاعي. دوك نجيب ورقه تاع الديول ونحط فيها الحشوه، يعني عمليه سهله جدا، ما كانش حاجه اسهل من هذه. شوف فاه نديرو. وصراحه نشوفوا كي درت الاول شغل جاني خشين، ولا لي سيغا نحبهم رقاق، فهمتوا. درك هنا نجيب بياض البيض باش نلصق. هو انا مالفه نديرهم وما نديرهمش بياض البيض وما يتحلوا لي ما والو، لكن كي صورت لكم الوصفه حبيت نديرها لكم بالطريقه هذه، لكن انا في العاده ما نديرش خلاص بياض البيض. بالنسبه كما قلت لكم الحرابش جاوني شغل شويه خشان هادو الزوج الاولين، ومن بعد وليت نقصت ورككت فيهم وجاوني يهبلوا. وانتم كيما تحبوا، كاين اللي يحبوهم رقاق، كاين اللي يحبوهم شويه متوسطين، كل واحد كيفاه يحب. وها من بعد ما كملتهم كامل جاتني كميه ما شاء الله. ويا اخي قلت لكم نقصت منهم، هذوك اللي نقصت منهم درتهم على شكل صامصه، درك تشوفوهم هامليك. ودرك نجي نقلي لي سيجار تاعي. هنايا درت كميه مليحه تاع الزيت، ما ديروش غير شويه. ودرت العسل بدون اضافه، وهذا العسل اللي كنت شاركته معكم ديجا زدت خدمت. ونجيبوا الكسكاس ونبداو نقليو في لي سيجار نتاعنا. خليو الزيت نتاعكم يسخن مليح وديروه على نار متوسطه، وبداو اقليو لي سيجار نتاعكم. هذا ما كان، تحبوا ديروهم صفر، تحبوا ديروهم حمر، كما حبيتوا. ومن بعد نقطروهم مليح من الزيت مباشره
نحطوهم في العسل، ومن بعد نزيدو نحيوهم من العسل ونحطوهم في الكسكاس يقطروا. وهذا هو الشكل النهائي تاع لي سيغار ولا تاع بوراك الرنة في شكله النهائي. شوفوا ما شاء الله، راهو يشهي جاو ولا اروع، بزاف بزاف بنان، وهذيك الريحه تاع ما ورد. وكيتخدموهم شوفوا بالجوز، يكذب عليكم شو انا باللوز ما عندي حاجه فيهم هكا، بصح بالجوز بزاف بنان بالجوز. وكذلك بالكاوكاو تاع الكاوكاو روعه، يجيو يهبلوا. شوفوا اللي يجربهم بالكاوكاو، حمصوا الكاوكاو تاعكم مليح وتبعوا لا ديروا الكيله اللي درتها، وتشوفوا كيفاه يجيوكم بنان بزاف بنان. هذه هي الوصفة تاع نهار اليوم، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب نتاعكم وتجربوها. ودرك ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامة، في امان الله.